سبايدر مان من اكتر الشخصيات المحبوبه في مارفل، لكن السؤال اللي دايما بيتسال مين احسن واحد لعب الدور. نبدا مع توبي ماجواير اول سبايدر مان في سنه 2002. قصته كانت تقليديه جدا، شاب يتيم وفقير اتعرض للسعه عنكبوت مشع، وبعد موت عمه بن اتعلم الدرس الاشهر: مع القوه العظيمه تاتي مسؤوليه عظيمه. توبي كان اول واحد يخلينا نحس بعاطفه ومعاناه بيتر باركر. بعده جه اندرو جارفيلد سنه 2012، نسخه اذكى واكتر عاطفيه، وكان عنده كيمياء رهيبه مع جوين ستيس. قصته كانت اكتر واقعيه من ناحيه خسارته وحزنه، وناس كتير بتعتبره اكتر سبايدر مان مظلوم لان افلامه ما كملت. واخيرا توم هولاند اللي دخل مباشره في عالم مارفل السينمائي، نسخه اصغر سن مليانه طاقه ومرح، ودايما بيتعامل مع ابطال كبار زي ايرون مان ودكتور سترينج. قصته بتركز اكتر على كونه مراهق وبيحاول يوازن بين حياته العاديه وحياته كبطل خارق. ايرون مان العبقري المليونير صنع الاسلحه. في الكوميكس قصته بدات في حرب فيتنام لما اتصاب بجروح خطيره واتخطف. هناك صمم اول بدله ايرون مان عشان يحافظ على حياته ويهرب، لكن في الافلام القصه اتطورت عشان تبقى اقرب للجيل الجديد. توني ستارك اتخطف في افغانستان، ومن قلب الكهف صمم اول بدله حديديه غيرت كل حاجه. اللي يميز توني انه مش مجرد بطل خارق، هو انسان مليان عيوب، مغرور وعنيد واناني احيانا، لكن في نفس الوقت عبقري ومستعد يضحي بنفسه عشان الناس اللي بيحبها. ومن اول بدله بدائيه في كهف لحد بدله النانو اللي واجه بيها ثانوس، توني ستارك اثبت انه مش لازم يكون عندك قوه خارقه عشان تبقى بطل. والنهايه بتاعته في اند جيم تضحيه خلت شخصيته خالده في تاريخ مارفل. ثور ملك الرعد وابن اودن. في البدايه كان مغرور ومتهور وكل همه القوه والمعارك، عشان كده ابوه نفل الارض، وهناك اتعلم معنى التواضع وان القوه من غير قلب نضيف ملهاش قيمه. سلاحه الاشهر كانت المطرقه ميولنير اللي مش اي حد يقدر يرفعها الا لو كان جدير بالقوه. ثور دايما بيقاتل لحمايه شعب اسجارد والانسانيه كمان. في الكوميكس والافلام شفناه بيتطور من امير مدلل لمحارب حكيم، خسر امه وابوه واخوه لوكي وحتى نص شعبه ضاع، لكن رغم كل ده فضل يقاتل لحد اخر نفس. وفي انفينيتي وور لما صنع فاس جديد اللي هو ستورم بريكر، كان اقرب بطل يقدر يهزم ثانوس. وثور فضل رمز ان حتى الملوك ممكن يغلطوا، لكن كمان ممكن يتعلموا ويقوموا من تاني. كابتن امريكا رمز الشجاعه والوطنيه. قصته بدات في الحرب العالميه الثانيه. ستيف روجرز شاب ضعيف وجسمه صغير كان نفسه ينضم للجيش، لكن دايما بيرفضوه لحد ما شارك في تجربه سريه، والنتيجه نص الجندي الخارق، وتحول من شاب ضعيف لاقوى جندي في العالم. في الكوميكس كابتن امريكا كان دايما رمز الامل ضد النازيه، وفي الافلام مارفل خلت شخصيته اعمق، مش مجرد جندي لكن انسان دايما بيدور على الصح حتى لو ضد الحكومه او اصدقائه. اكبر دليل على ده كان في سيفل وور لما وقف ضد ايرون مان عشان يدافع عن حريته واختياراته، وكمل رحلته لحد ما واجه ثانوس، وقف لوحده ضد جيش كامل قبل كل الابطال ما يرجعوا. لكن اللحظه الاعظم كانت يوم ما رفع مطرقه ثور، والنهايه سلم الدرع لشخص تاني وقرر يعيش حياه طبيعيه مع اللي بيحبها. كابتن امريكا مش بس بطل خارق، هو مثال ان القوه الحقيقيه مش في العضلات لكن كمان في القلب. بروس بانر عبقري في الفيزياء النوويه. في تجربه فاشله تعرض لكميه هائله من اشعه جاما، ومن يومها حياته اتغيرت للابد. كل ما يغضب بيتحول للعملاق الاخضر هالك. هالك مش مجرد قوه خارقه، ده رمز للصراع الداخلي. بروس بانر العقل الهادي والهالك الغاضب اللي ما يتوقفش قدامه جه. في الكوميكس اتقدم كوحش مرعب في البدايه، وبعدها بقى بطل خارق وصديق للافنجرز. وفي الافلام شفناه بيتطور من هالك الوحشي اللي بيدمر كل حاجه لنسخه سمارت هالك اللي جمعت عقل بانر مع قوه هالك. جملته الشهيره هالك يحطم، بس الحقيقه هالك مش دايما شرس، احيانا بيكون اكتر واحد حساس بين الابطال، وده اللي بيخلي هالك شخصيه مختلفه، اقوى وحش في مارفل واضعف انسان في نفس الوقت. ناتاشا رومانوف الاسم الحقيقي لبلاك ويدو. قبل ما تبقى واحده من الافنجرز كانت قاتله محترفه اتربت في برنامج سري في روسيا اسمه ريد روم. هناك تم تدريبها على القتال، التجسس، واستخدام اي سلاح بخفه قاتله. لكن ناتاشا تعبت من الماضي ده وقررت تدور على فرصه جديده. انضمت لشيلد، وهناك بدات تثبت انها اكتر من مجرد جاسوسه، عندها ذكاء، سرعه، وردود فعل تخليها تواجه اعداء عندهم قوه خارقه وهي ما عندهاش اي قوه غير مهاراتها. وفي افلام مارفل شفناها دايما ضحت بنفسها عشان غيرها، وفي اند جيم قدمت اعظم تضحيه لما انقذت نص الكون وماتت عشان تحصل على حجر الروح. وناتاشا كمان كانت دايما بتحارب بين ماضيها وضلها، لكن في النهايه اثبتت ان البطوله مش في القوه، البطوله في الاختيار. كلينت بارتون المعروف باسم هوكاي ما عندوش درع زي كابتن امريكا ولا بدله ايرون مان ولا قوه خارقه زي هالك، لكن عنده حاجات تانية: الدقه المميته والتركيز. هوكاي بدا حياته كقناص في شيلد، وتعرف بقدرته على اصابه اي هدف مهما كانت المسافه، ودايما واقف في الظل بيساعد فريقه من غير ما يسعى للشهره. وعلاقته ببلاك ويدو كانت اكتر من صداقه، هي انقذته زمان وهو رجع لها انسانيتها. وفي اند جيم شفنا قد ايه فقدانها كانت موجعه ليه. وهوكاي بيمثل فكره بسيطه جدا، انك مش لازم تكون خارق عشان تبقى بطل، كل اللي محتاجه انك تسيب هدفك كل مره. ما تنساش تكتب لي في كومنت ولو عجبك الفيديو، ما تنساش تعمل لايك المتين وبس.